هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة، وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة مولد النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن عاداتنا وتقاليدنا انه احنا نسوي الزردة، وحابة اسوي لكم اياها بطريقتي وان شاء الله تطلع طيبة ويانا. طبعا حبايبي الكمية اللي راح اسويها انا احتاجيت كيلو من التمن. طبعا نقعته ليلة كاملة، وبإمكانكم انه انتو تنقعوه لمدة 6 ساعات اقل شي. طبعا اختاريت التمن اللي تكون الحباية مالته مدعبلة وناعمة، عم يسهل علي بالطريقة. وطبعا مقابيل كل كيلو تمن راح احتاج ببداية الامر 4 لتر من المي المغلي، وراح اضيف التمن اللي انا نقعته لمدة يوم كامل، واتركه لحد ما يبدي يفور ويانا. طبعا بالبداية نخلطه شوية ويا المي ونتركه لحد ما يوصل درجة الغليان. وبعد ما وصل عندنا بهالدرجة هاي راح تطلع عندنا هذا الوغف الأبيض. حاول إنه أشيله وأتخلص من عنده. ونتركه على نار متوسطة مع التقليب المستمر. تقريبا هنا بعد مرور ربع ساعة مع التقليب المستمر شرب التمن المي اللي ضفناه ودخل بالسوى. طبعا راح نحتاج بعد مي، فدائما نخلي مي من حار على مود يسهل علينا انه الاستوى مالته يكون سريع. ونقلبه ونتأكد انه حبيباته بدأت تشرب المي كله ويستوي ويانا. هنا حبايبي نضج التمن عندنا او الرز مال الزردة وصار جاهز ويانا. بس بصراحة أنا حابة إنه تكون حباية التمن أنعم بعد، فراح أستعين بمحضرة الكيك أو عندكم محضرة الشوربة تقدرون تهرسوه كل الزين على مود يسهل عليكم إنه الزردة تطلع ويانا كلش ناعمة وشكلها كلش حلو. نبدي نخفقها كل الزين لحد ما نتأكد إنه توصل للقوام المناسب، وهذا حيكون القوام المناسب للزردة اللي أنا أحتاجه. بعدها حبايبي أنا راح أضيف الهيل المطحون. تقريبا أنا راح أضيف للكيلو التمن 1.5 ملعقة أكل من الهيل المطحون أو الحبهان المطحون، راح ينطيني فد نكهة وطعم كلش حلو. وطبعا اللي حاب يضيف مي الزهر أو مي الورد فهذا الشي اختياري، وراح ينطيها نكهة أيضا مضاعفة وطيبة. بعدها حبايبي أنا حابة تكون الزردة ماتي على شكلين، يعني بالحليب والزردة المعتادين عليها الصفرة. فأخذت تقريبا ثلث الكمية على مود أسويها بالحليب، والكمية الأكبر راح أسويها صفرة. طبعا هنا راح أضيف أني صبغ اللوزينة أو الصبغ الأصفر، وبإمكانكم أيضا تضيفون منقوع الزعفران. طبعا راح أضيفه تدريجيا عم أحصل على اللون وما يسبب لي إزعاج إذا أضيفه مرة واحدة. ضفت أول شي نص ملعقة صغيرة، وهسه راح أضيف النص الثاني على مود يكون اللون متجانس وياي. وهذا راح يكون لون الزردة مالتنا بعد ما ضفنا ملعقة شاي من صبغ اللوزينة أو الصبغ الأصفر. وطبعا إذا حابين إنه يكون لونها أغمق كثروا الكمية مع صبغ اللوزينة. وهذا راح يكون قوامها، وأتوقع قوامها كل الزين. راح نبدي نضيف السكر عليها، وأيضا راح أضيف السكر تدريجيا عم أوصل للطعم المضبوط للزردة مالتنا. ضفت بالبداية 1.5 قلاص من السكر على تقريبا كيلو إلا ربع من التمن، لأن أنا شلت من كمية الزردة على مود أسويها الزردة البيضة. وراح أبدي أجانسها أول شي وأشوف طعم الحلا مالتها. وطبعا بصراحة أنا احتاجيت بعد، فضفت سكر تقريبا 1.5 قلاص، فصار مجموع السكر اللي ضفناه للزردة 4 قلاصات من السكر. هسه صارت جاهزة ويانا. راح نبدي نسوي الزردة البيضة. طبعا راح أضيف لها لتر من الحليب السائل، وإذا متوفر عندكم حليب الطوز يكون أفضل. نخففه بشوية مي ونضيفه.
راح نبدأ نحركه كل زين، وراح أضيف أني هنا أيضا جيمر أو قشطة راح تعطيني نكهة أطيب وطعم مضاعف، وأجانسها كل زين وأتركها لحد ما تغلي ويانا وتتجانس وتثخن ويانا. هنا أنا ضفت المبروش أو جوز الهند، تقريبا ضفت قلاص من جوز الهند، طبعا راح تنطيني فد نكهة وطعم كلش طيب. هنا أنا صارت عندي جاهزة، لما تطلع هاي الفقاعات يعني جهزت وياي، راح أطفي عليها. وهنا حبايبي رجعت للزردة الصفرة، راح أفرقع عليها زيت ويا الزبد. أنا حبيت إنه أضيف الزبد لأن راح ينطيني نكهة كلش طيبة للزردة، وبصراحة إحنا ما نحب نخلي بداخلها اللوز، بإمكانكم إنه تضيفون اللوز المحمص ويا الزبدة والزيت. جهزت ويانا الزردة الجميلة اللي سويناها سوية، شوفوا ثخنها وقوامها ما شاء الله عليه يجنن. طبعا أنا سويتها طبقتين، طبقة البيضة اللي جوا والطبقة الصفرة اللي فوق. إن شاء الله طريقة عجبتكم وسهلة عليكم، إن شاء الله تجربوها وتعطوني آراءكم بالتعليقات. واللهم صلي على محمد وآل محمد. وهذا راح يكون شكلها بعد التزيين. أتمنى طريقة عجبتكم، وما تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومشاركتها ويا الأصدقاء والأحباب. مع السلامة، في أمان الله.